مش عارف انا ايه يا عم موضوع الدكاتره اللي مصممين يتكلموا في الطب دول. ما تسيبوا الراجل يفطر يا جماعه مالكم. طبعا صح. ليه بقى ليه؟ هقول لكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعزائي متابعين دكتور ايمن العظماء، بتبعتوا لي فيديوهات دايما على التيك توك وعلى الانستجرام وعايزيني اعلق عليها، وكل ما افتكر ان الابداع والغرابه في هذه الفيديوهات هيوصل لسقف معين بيتخطاه، فكان لازم استمر في هذه السلسله عشان حضراتكم بتحبوها. فيلا نخش في الموضوع على طول. ايه يا عم مالك فين؟ جاي ليه بس؟ بنشوف يا عم الدكاتره اللي مش سايبانا في حالنا، تعال نبص مع بعض. مش عارف انا ايه يا عم موضوع الدكاتره اللي مصممين يتكلموا في الطب دول. نشوف الحلقه ايه في الفوج الراس. ايه ده، انت اكتشفت ان انا اللي اغفر؟ معقول؟ ماشي، عموما يعني بغض النظر ما نشوف هتقول ايه. اللي مش فاهم الموضوع يا جماعه باختصار، في فيديو بعت لي وعلقت عليه عن واحد حلاق بيدعي ان هو بيعالج ولد اتدلق على فروه راسه زيت مغلي هيطلع له شعر تاني. بقى انا علقت طبعا وقلت الكلام ده مش صحيح، لو حصل حرق بعمق كافي ان هو يدمر بصيلات الشعر والشعر يقع من المكان ده فمش هيطلع تاني ابدا. الظاهر ان هو زعل من كلامي وعايز يرد عليا وكده. مؤاخذه يا دكتور بقى. لا بعد ايه لا مؤاخذه بقى، ما انت خلاص قلت اللي قلته، ومع ذلك يا سيدي انا مسامحك. اتفضل. انا حلاق. اوريك تقدم ايه وعلاج ايه دلوقتي. هو انت زعلت ليه لان انا قلت ان انت حلاق؟ هي دي حاجه تزعل؟ مش دي مهنتك؟ المفروض ان ما تضايقكش في حاجه، يعني المفروض كل واحد يجتهد في مهنته ويبقى اشطر واحد فيها، والاجتهاد في مهنتك مش معناها ان انت تتطفل على مهن الاخرين. جملتي برضو عشان انا بقيت زيك باللي انا عملته في حياتي واللي انا وصلت له في حياتي والتعليم اللي انا وصلت له. بقيت زيك يعني؟ انت مش حلاق، رجعت في كلامك خلاص، انت مش حلاق، انت دكتور دلوقتي. الطب يا فندم بيتدرس في كلية الطب يا فندم، مش بيعلموه في مدرسة الحياة، مع كامل احترامي يعني. في دروس تانية مهمة بس مش الطب. لا اتفضل كمل. ربنا يهديهم ويهدينا ويهديكم ويهدي الناس كلها. المال الحرام ما بيدومش. الله كمان المال الحرام. بص يا دكتور، المال الحرام ده لو انا بقول له هديك كورتيزون، لو انا بقول له هديك موكسيدين زي ما انتم ما بتكتبوا في الروجيتات. انا قلت ربنا يهديك ويهديني ويهدينا كلنا، والمال الحرام ما بيدومش. لو الكلام ده زعلك يبقى الكلام ده جه في حته معينه دقيقه فعشان كده اتضايقت منه. لو الكلام ما يخصكش فمش هيضايقك. تاني حاجه، حضرتك لما دكتور درس الطب طول عمره يكتب روشته فيها دواء حقيقي مرخص من وزاره الصحه، ده مش حرام، ده الطبيعي، دي الممارسه الطبيعيه للطب. لو حضرتك درست الطب كنت هتعرف كده. انما لما حد مع كامل احترامي يعني خيال، هنفترض ان مش انت حلاق مثلا، يقول ان انا هعالج فروه الراس اللي اتحرقت من الزيت المغلي وما فيهاش بصيلات شعر، هطلع لك فيها شعر تاني، بان انا ادعي ان انا هفتح له المسام تاني. يعني هي المشكله ان الزيت دخل سد المسام. وبالنسبه للكورتيزون والمونوكسيديل وكل حضرتك دي ادويه مستخدمه في العالم كله، والعالم اتغير بسبب اكتشافها. انت عارف الكوكب كان هيكون فين دلوقتي لو ما كانش فيه كورتيزون؟ عارف كام واحد كان هيموت وهو عايش دلوقتي بفضل ان هو اتعالج بالكورتيزون بطريقه صحيحه؟ انا هنا ما بديش روجيتات، انا هنا ما بديش علاج خالص. انا كل شغلي اعشاب طبيعيه، كل شغلي زيوت طبيعيه، كل شغلي حاجات بمورد الله. طب بعد اذن سعادتك عايزك برضو تقول لي ايه الايه القرانيه، بما ان انت قلت بما يرضي الله، اللي بتقول ان لو مش اعشاب طبيعيه يبقى لا يرضي الله، وبالاعشاب الطبيعيه يرضي الله. الحاجات اللي انت بتتكلم عليها المال الحلال والمال الحرام، ادي المال الحلال اهو، والتعب اهو، والشقه اهو، هو ده المال الحلال، هو ده الشقه. تمام، حضرتك بتشاور لنا على راس الولد منبت فيها شويه شعر، خلاص. معنى كده ان ادعائك في الفيديو الاولاني ان ده زيت مغلي وقع على راسه واتحرقت مش حقيقي. الله اعلم، انا علقت على الادعاء اللي انت قلته. لو زيت مغلي وقع على فروه الراس يا جماعه، ما اعتقدش ان انت تعرف الكلام ده، بس في تكوين معين للجلد، في حاجه اسمها ايبيديرمس اللي هي الطبقه السطحيه، والديرمس اللي هي الطبقه العميقه. في الديرمس في الطبقه العميقه في بصيلات الشعر، ودي تعتبر من اعمق الحاجات في الجلد. لو الحرق او الجرح وصل لبصيلات الشعر مش بترجع تتكون تاني خلاص. فبناء على كده معنى كده ان اللي انت قلته في الفيديو الاولاني مش حقيقي. الله اعلم. اقسم بالله العظيم بكر يقول لك انا لو واخد منه جنيه. انا ماليش دعوه خدت منه ما خدتش منه، انا بتكلم في المعلومه اللي بتتقال. يا دكتور مش كل الناس زي بعضيها، انا بنزل اسكندريه في بلدك وفي مكانك بعالج حالات عندك عشان انتوا ما تعرفوش تعالجوها.
احنا كده بدأنا نقول اي كلام بقى، فانا مش هرد ان الكلام ملوش لازمه ان احنا نرد عليه. دليل على كده اللي الفيديو بتاعنا الوحيد اللي نزله عنده جاب ريتش. اللي عايز ريتش هو اللي بيحاول يقلبها خناقه. يعني انت دلوقتي ايه، جبت الفيديو لقيته جاب ريتش فرحت رادد عليا عشان جاب ريتش ومش عارف ايه. حضرتك يا فندم الناس بتحب اللي يشتغلها، وانت عارف ده كويس قوي 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 قوي. الناس بتحب تتفرج على عالجي شعرك في 7 ايام، لكن لما تقول لها ان شعرك مش هيخف في اقل من 6 شهور ده موضوع يخليها ايه تتضايق، ولكن هي دي الحقيقه. فانا بقول للناس الحقيقه وبتكلم في مجالي وفي تخصصي. وللعلم انت لو عملت رد تاني وبتاع انا مش هرد عليك تاني، عشان خلاص ايه مش هنعمل الموضوع بقى حكايه ونقعد رايح جاي وكده، عشان انا مش عايز ريتش. ربنا يهديك ويهديني ويهدينا كلنا، والمال الحرام ما بيدومش. أيها الرجال احذروا تناول الشوفان فقد يصيبكم بالعقم، والسبب هو احتواء. يعني ده ايه الفيديو جاي في وقت لولبي؟ يعني راجل بيصب الشوفان تقولي له الشوفان بيسبب العقم، وبعد جبتي الكلام ده منين؟ مش حقيقي طبعا. ايه ده؟ اوعى تشرب حليب، جميع انواع الحليب اوعى تشربها. ما تسيبوا الراجل يفطر يا جماعه، مالكم؟ خبز قسما بالله قنبله موقوته في جسم الانسان. كيف؟ وش بناكل؟ خلاص سيب الخبز سيب الخبز. هاكل موز، اظن الموز حلو، فاكهه يعني مفيده. الموز بعيدا عن فوائده الشقيقة أو الصداع النصفي، النعاس، الإمساك أو الإسهال، الغازات. لا الموز مفيد، الموز مفيد بقى، مش هنقعد بقى نهري في الموز. الاير فراير بتسبب السرطان والعقم. السرطان والعقم الاثنين؟ يعني نرجع نقلي في الزيت عادي، ديب فرايد كده، نملى الطاسه زيت على الاخر ونرمي فيها، ده هيلسي حلو وجميل يعني؟ العسل سم قاتل اكيد. امال ايه اللي فيه شفاء للناس؟ والله العظيم يا رب. هو بصراحه يعني الراجل بيهزر، بس ايه الكلام ده حقيقي. انت كل ما تفتح السوشيال ميديا تلاقي الانفلونسرز، الناس دي يا جماعه بتدور على المشاهدات، فعشان تجيب مشاهدات كتير لازم تقول لك معلومه تصدمك. كل الفيديوهات اللي طلعت له دي كلها هوكس، مفيش ياكلوا موز عادي ويشربوا لبن ومفيش مشكله في الشوفان، والاير فراير طبعا احلى ما تقلي في الزيت عادي. اللي بعده People always say to me, you're 37, how do you look so young? Well, the answer is simple. I'm rich. المختصر المفيد. قالت لكم الناس دايما بتسالني ليه شكلك صغير وانت سنك 37 سنه، قالت لهم بسيطه انا غنيه. هو الحقيقه ان اغلبيه الحاجات او الاجراءات اللي بتتعمل للعنايه بالبشره، بوتوكس والفيلر والجلسات والديرما بن والحاجات دي مكلفه فلوس طبعا، فلو حد غني ومعاه فلوس هيبقى عنده القدره ان هو يعمل الحاجات دي. بالنسبه للعنايه بالبشره، واقي شمس، مرطب، غسول، مش محتاجين اكتر من كده لو البشره ما فيهاش امراض ومشاكل، ولو فيها امراض نكشف احسن. وتفاصيل الحاجات دي بشرحها في فيديو الدليل الكامل للعنايه بالبشره. اللي بعده، عندك مرض مزمن وزهقت من كتر العلاجات ومفيش حاجه جايبه نتيجه، كشفت مع دكتور واثنين وثلاثه وبرضه مفيش فايده، قدرنا نساعد مئات الحالات اللي زيك بالظبط عن طريق نظام الكشف والمتابعه اونلاين اللي طورته بنفسي علشان يمكنني ان انا اقدر اشخص واعالج المريض مظبوط. كمان يحتوي على متابعه على الواتساب 24 ساعه معايا شخصيا، فلو عايز تكشف معايا مش محتاج تسافر لاسكندريه، بكل بساطه ابعت لي رساله على الواتساب اللي هيظهر على الشاشه دلوقتي وهرد عليك بنفسي واقول لك التفاصيل، وربنا يقدرني واساعدك. يعني البنات اللي هي عندها الشعر في تساقط رهيب لما بيشوفوا الحاجات والتسريحات والحاجات اللي بتطلع على السوشيال ميديا دي بتعقدهم. يعني اسباب تساقط الشعر كتير ومعقده، وعاده بيكون في اكتر من سبب بيساهم في الموضوع. فنتفرج على فيديو اسباب تساقط الشعر، هنسيبه هنا عشان نفهم اكتر عن الموضوع. بس اهم حاجتين انتوا بتهملوا فيهم وبيأثروا على الشعر بالسلب هما التغذيه، لازم ناكل كويس خضار وفاكهه وبروتين، تاني هقول لازم نشرب ميه كويس، النفسيه لازم نهتم بالنفسيه، الصحه النفسيه مهمه جدا للشعر، فنهتم بشعرنا، نهتم باكلنا، نهتم بنفسيتنا. بعد كده بقى لو في اي مشكله ممكن نكشف برضه وناخد علاج مناسب. اللي بعده سوشيال ميديا فيرسز. طب سوشيال ميديا ايه ده؟ هي فول ميك اب. رياليتي. الفيديو ده مع اني علقت على حاجات كتير قوي شبهه قبل كده بس بهرني جدا. ليه بقى؟ لان هي حاطه فول ميك اب، ولما شالت فلتر الانستجرام لسه برضه فول ميك اب، بس عيوب البشره موجوده وظاهره برغم المكياج. ده ان دل على شيء يدل على فداحه الخداع اللي موجود على السوشيال ميديا، قد ايه السوشيال ميديا دي كلها مش حقيقيه. فارجوكم ما نقارنش نفسنا بالسوشيال ميديا، نتقبل خلقه ربنا لان خلقه ربنا جميله في كل الاحوال. اللي بعده
تواريخ قص الشعر لشهر يناير. هو الشعر له تواريخ معينة يتقص فيها؟ جديدة دي. بهدف التكثيف وكاتب لك تواريخ معينة. هو بهدف التطويل تواريخ تانية. طبعا صح. ليه بقى؟ ليه؟ هقول لكم. لان التواريخ بتاعه التكثيف دي بتكون الكواكب كلها مصطفى صف واحد كده واقفين طابور، فالطاقة الكونية بتعدي من كوكب للتاني وتنزل على دماغك وانت عند الكوافير، فتؤدي لزيادة الخلايا الجذعية في فروة الراس. ده في التكثيف طبعا. انما في التطويل بتكون الكواكب متلخبطة كده، يعني ايه، كل واحد في ناحية، فده بيخلي الطاقة الكونية يعني منغمشة. لما بتوصل كده ما بتوصلش كاملة، فبتوصل يا دوب لأطراف الشعر فتطوله. والله مقنع، والله الكلام اللي انا قلته مقنع. ما انتوا اي حد يقول لكم اي حاجة هتصدقوها. ده ايه ده؟ ما هو وجود فيديو زي ده على السوشيال ميديا بكمية المشاهدات دي معناها ان انتوا بتصدقوا الكلام ده. يا انا ياما على اللي بنشوفه. نراجع نفسنا ونبدأ نستخدم مخنا عشان ربنا اداهولنا لسبب ما. اللي بعده بامبي سكين. واو يا ولد. طيب يا جماعه، هو ايه؟ طبعا انا ده اعلان يعني لمنتج معين. انا بصيت لقيت ان الصفحه اللي منزله الفيديو هي اللي بتبيع المنتج، فطبيعي يعني ان هم يقولوا ان هو احسن منتج وبيعالج المسام الواسعه وبيعالج الرؤوس السوداء وبيعالج الجلد الوزه وبيعالج كل حاجه يعني. بس علميا بقى تعالوا نتكلم. هو مكتوب على الشاشه BHA، يعني هي دي الماده السحريه بقى اللي هتصلح كل المشاكل دي. BHA اختصار لبيتا هيدروكسي اسيد. بيتا هيدروكسي اسيد دي مجموعه من الاحماض بتستخدم في منتجات التجميل، اهمهم واشهرهم وهو غالبا اللي مقصود الساليسيليك اسيد، اللي هو موجود في كل منتجات البشره الدهنيه تقريبا. غسول ماشي، كريم ماشي، كريم حبوب قشطه، فموجود في كل حاجه وموجود في كل حته، ومش مكون سحري ومش خارق ومش بيطير. بس هو صاحب المنتج لازم يوحي لك ان هو حاجه جامده جدا وخارقه عشان تشتريها. ما نروحش نجيب اي حاجه بنشوفها على النت. بس كده اعتقد كفايه كده النهارده، عشان انا تعبت بصراحه وصحتي في النازل، فهقفل بقى على كده. اتفرجوا على الفيديو ده هيعجبكم برضو طالما انتوا لسه مكملين يعني، واشتركوا على القناه عشان تشوفوا الفيديوهات اللي جايه اول باول. انا دكتور ايمن، واتمنى دايما اشوفكم على خير.